في أعالي جبال الأطلس وبين سفوحها تختبئ فاجعة أخرى من ضحايا زلزال المغرب. استغرق وصولنا إلى قرية تينيسكت نحو 4 ساعات بسبب الطرق الوعرة. هنا جماعة أمجدال التي تبعد 20 كيلومترا فقط عن مركز زلزال الحوز المدمر. القرية الصغيرة هذه هدمت بالكامل على رؤوس سكانها دون سابق إنذار ليلة وقوع الزلزال. منطقة بسيطة معظم بيوتها مبنية أو مكسوة بالطين. الإحصاءات تشير إلى وفاة 45 شخصاً وإصابة العشرات في هذه القرية رغم صغر حجمها، أما من نجا فهو تائه دون مأوى. تجولنا في شوارع القرية وشاهدنا حجم الدمار الكبير الذي أصاب بنيتها التحتية المتهالكة أصلاً. هذه المعالم المدمرة هي كل ما تبقى من بيوتها وذكريات سكانها. أما حال أهلها فهم يفترشون الخيام منذ أيام. التقينا بعدد منهم ووصفوا رحلة نزوحهم التي لم تكن ولن تكون أشد قساوة من ليلة الزلزال. إيوا كل شيء الخير اللي يخلع في الله. الحمد لله يقيل خصي ربي كي دير كازينو، ولكن الدار كل شيء يضر في الله. زرنا غير الدراري الدجار النخ اخي عتقن زرنا تصفنا تصبرها تيمي كل شيء تفتح ولا الحيل النخ ولا كل شيء المسائل النخ كل شيء داك الشيء مشى كل شيء فتح بخير. المساعدات كتوصلكم كافيه؟ غير كافيه، انما نحمد الله ونشكر على نعمه، لانه احنا عندنا واحد مساله كنتعاونوا. عندنا ضواوير وحدين اخرين اللي جيراننا ربما ما عندهمش الطريق منين يدوز المسائل، كنحاولوا نسلكوا المسالك الوعره عبر الدواب وكنوصلوا لهم حتى هما شي بركه اللي خدينا كنقسموه مثلا ولا كنعاونوا معنا. التقينا الشاب مصطفى، حاله كحال العديد من أبناء قريته، إلا أنه بقي وحيدا بعد أن توفي جميع أفراد أسرته جراء الزلزال. حاول مصطفى تمالك نفسه والحديث عن ليلة الفاجعة بتفاصيلها، واصطحبنا إلى المقبرة الجماعية التي دفن فيها ضحايا القرية. هذا كل ما تبقى للشاب مصطفى. الخوذري ديالي صلاح يلاه عنده 3 سنين ونص. الخوذرية فاتحة موجودة في 2012 والوالدة والوالد. هنا دفنت أسرة مصطفى، والدته والده وأخواه الصغيرين. الرائحة هنا لا زالت قوية، الجثث لا زالت طرية، ولذلك وضع أهالي القرية بعض الحواجز نباتية هي وحادة لمنع الكلاب من الاقتراب من المقابر. هذه ليست مقبرة وإنما هو سفح جبل، لكنه أضحى بين ليلة وضحاها مقبرة جماعية وضعت فيها جثث ضحايا قرية تينيسكت التي قضوا بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ليلة الجمعة 8 سبتمبر 2023.